عشان تقدر تأكسس الإيميل الجامعي بتاعك اللي عندك هتحتاج برنامج اسمه اوتلوك. ده برنامج شركة مايكروسوفت عاملاه بيخليك تقدر توصل للإيميل الجامعي اللي بيبقى معاه فيتشرز كتيرة جدا هنتكلم عليها قدام. فأول ما تنزل برنامج اوتلوك هتلاقي قدامك جاتلك الشاشة دي، هتدوس على كلمة get started. في حالة ممكن يظهر لك يقولك ان هو اتعرف على ايميل قديم موجود وفي مربع قصاده معمول فيه علامة التشيك، صح يعني؟ لا، انت لو لقيت اي حاجة من الموضوع دوت اعمل uncheck، خلي المربع يبقى فاضي ودوس على كلمة skip، هتلاقي نفسك وصلت لنفس الخطوة دي. انت المفروض بيوصلك PDF موجود فيه اسماء الدفعة وموجود فيه قصاد كل اسم ايميل جامعي. هتاخد الايميل الجامعي اللي قصاد اسمك ده كوبي، هتنسخه وهتيجي هنا تعمل له بيست بالشكل ده، ما تغيرش فيه اي حاجه ودوس على كلمه كونتينيو. لو كلمه كونتينيو مش ظاهره يبقى انت عندك مشكله، يبقى انت سايب مسافه قبل الايميل مسافه بعد الايميل، في مشكله معينه. مع الايميلات ديت هيوصل لك باسورد موحد لكل الايميلات، هتكتبه هنا. الباسورد الموحد في حالتي انا هو nursing ان كابيتال 2020، وبتعمل كلمه بتدوس على كلمه ساين ان. هيخش هيقولك اعمل ابديت للباسورد بتاعك، يعني هتحدث الباسورد بتاعك. يعني ايه؟ يعني هتكتب في الكارنت باسورد الباسورد الموحد nursing 2020، وفي الباسورد الجديد هتكتب باسورد من اختيارك انت، بس لازم يكون في صفات معينة فيه، زي مثلا ان هو يكون في حرف كابيتال، وان هو يكون في حرف سمول، وان هو يكون في ارقام، وان هو يكون في رموز. يعني مثلا ممكن اخليه كريم كابيتال، رأفت كابيتال، وبعدين احط ارقام 1998، وبعدين احط اي رمز زي الشباك كده. دوت هيتقبل. حاجة تانية ممكن ما تتقبلش، ده أنا اي حاجة انت عايزها بقى اهو، وبعدين هتعيده تحت. تمام، وبعدين هتدوس على كلمة sign in. في بعض الحالات هيخش معاك على طول، في بعض الحالات هيقول لك عايز more information زي ما هو قدامك دلوقتي. ايه موضوع more information؟ عايزك تخلي في خطوة تانية تتعمل في حالة ان انت تكون نسيت الباسورد، زي الاولانية ديت ان انت تحط رقم تليفونك فيبعت لك SMS كود عليه، فتدخل SMS كود عليه يعرف ان ده رقم تليفونك، بعد كده لما تنسى الباسورد يخش منه. تاني خطوة ان هو ممكن تختار الاتنين او تختار واحدة منهم. تاني واحدة وان انت تضيف ايميل وهيجيلك ايميل على الايميل بتاعك في كود، هتاخد الكود ده وهتكتبه زي ما انا هعملها دلوقتي. انا نفسي هختار ان انا هعمل الايميل، فادوس على التانية ديت واكتب الايميل ادرس بتاعي. تمام، وهدوس كلمة ايميل مي، هلاقي ظهرت خانة تحت المفروض ان انا اكتب فيها كود وصلني. طب الكود دوت وصلني فين ولا هعرفه ازاي؟ بكل بساطة الايميل اهو، انا كريم هندسة طبعا @gmail.com. هفتح الايميل بتاعي اللي انا كتبته، اللي هو انا عندي اكسس ليه، ما اكتبش اي ايميل، لا لازم ايميل انا عندي اكسس ليه. جيميل اهو بتاعي، انا فاتحه اصلا على الايميل. هفتحه هلاقي فيه ايميل وصلني بالشكل ده. اعمل ريلود كده، لو لسه ما وصلش اهو وصل اهو. هفتحه هلاقي فيه كود مكتوب من 6 ارقام. هاخد الكود اللي مكتوب ده اهو 203 260، انا كده عرفت الكود، هكتبه هنا 203 260 وهدوس على كلمة verify. هو هيتأكد ان ده كده الايميل بتاعك، خلاص الموضوع خلص. ممكن اعمل الفون نمبر من فوق كمان، بس انا عن نفسي هكتفي بده وهدوس على كلمة finish. وبكده انا قدرت ادخل الاكونت بتاعي بشكل مظبوط. عملت باسورد جديد، بعد كده اخش بالباسورد الجديد اللي انا عملته، مش نيرسينج 2020، لا الباسورد الجديد اللي هو كريم رأفت 1998 شباك اللي انا الفته، وهكتبه في نوت خارجيه برضو عشان ايه ما انساهوش. وبكده اكون انا دخلت جوه الايميل بتاعي، فتحته وعندي اكسس ليه بالحاجات القديمه والحاجات الجديده وكل حاجه. بس كده وشكرا. لو في اي استفسار قولوا لي. انا كريم رأفت.